هي صرخة الأم الجريحة حين انكشفت حقيقة مقتل فلذة كبدها. هنا في هذه الغرفة ببيت الأسرة اعترف الأب المشتبه فيه باغتصاب ابنه محمد ذي ال8 سنوات وقتله وإخفاء جثته تحت الأفرشة لمدة 4 أيام قبل أن يتخلص منها برميها بإحدى الأودية القريبة من بيت الأسرة. ما ظنيتش واش قتلو دارو، ما انا بقيت ندلح وحيت نسول انا نقول له واش دلح على ولديك، ويقول لي راه دلحت هنا دلحت هنا دلحت ليه دلحت ليه، ما لقيتوش. قلت له واش مشيت عند الجندار، يقول لي لا بغي نمشي الصباح بغي نمشي غدا بغي نمشي الاثنين بغي نمشي هذا. تبانت الجريمه، حسيت بحال هضرنا. الوليد ديال خويا هكاك ما يمكنش ما يتقبلهاش العقل. الأب المشتبه فيه بارتكاب هذه الجريمة 54 سنة، له ابنتان وطفل هو الأصغر اسمه محمد، اختفى منتصف الأسبوع الماضي. انطلق بحث الأسرة والجيران في كل مكان وحمت الشكوك في كل الاتجاهات بما فيها الأب الذي لم يحرك ساكنا حسب الجيران. تلاقى بينا ما كيقول لنا مشى ليا ولدي، ما كنشوفوه كيبكي، ما كنشوفوه كيتألم عليه. هذاك الشيء اللي شكينا فيه وشدينا فيه، حرام عليه. ولا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحنا كنتسائلوا كجمعيه علاش كثرات بحال هاد الظواهر في مدينه تارودانت، وسبق لينا كجمعيه طلبنا من الحكومه باش توفر لنا الاليه داليغ دونليفمون او ما يسمى بانذار اختطاف. جريمة خطيرة شنعاء وقاسية انفطرت لها قلوب ساكنة هذا الدوار، لكن الأقسى أن يكون المشتبه فيه هو الأب الذي يفترض فيه أن يكون حامي هذه الأسرة.